بسم الله توكلت على الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهارده ان شاء الله باذن الله نعمل البريوش. البريوش هنعمله بطريقه فظيعه ما شاء الله، قطني جدا جدا. طريقته سهله قوي. كلكم ان شاء الله باذن الله هتعرفوا تعملوها. عجينه معتمده مليون في الميه. ما شاء الله بصوا الشكل عامل ازاي، بنص كيلو دقيق بس، والله بنص كيلو فقط لا غير. عملنا الكميه دي كلها بسم الله ما شاء الله. تنفع للانش بوكس، تنفع لعشاء، تنفع لفطار مع شاي بحليب كده الصبح، مع كوبايه قهوه كده. ما شاء الله بصوا قطني ازاي، يجنن. حشيناه بجبنه براميلي، اي جبنه عندك، اي حاجه عايزه تحشيها احشيها بيها. اوكي، مش عايزه تحشيها مفيش اي مشكله، خليها كده، اكتفي كده. وحشيناها بجبنه مثلثات. وبس على كده بصوا ما شاء الله تجنن ازاي. انا على ما بفنش الفيديو بصراحه بسم الله ما شاء الله كانت خلصت، بسم الله ما شاء الله كانت نصها خلص. بصوا ما شاء الله ما شاء الله، بقوا الولاد عمالين ياخدوا منها ما شاء الله، تجنن حلوه قوي قوي. طريقه بسيطه، نروح المقادير. معايا نص كيلو دقيق، كل المكونات تبقى بدرجة حرارة المطبخ، تمام. نص كيلو دقيق هننخلهم عليهم معلقة كبيرة، معلقة كبيرة خميرة، 3 معالق كبار سكر، 3 معالق كبار لبن بودرة، معلقة صغيرة بيكنج باودر، واخر حاجة هنحطها الملح، تمام. هكتب لكم برضو المقادير في الكابشن عشان انا لو كنت نسيت حاجة اقولها لكم بالظبط. دي اخر حاجة. بعد ما قلبنا المكونات كلها، اخر حاجة ننزل بيها معلقة ملح صغيرة، وبعد كده بضاية هنربها كده كويس، وبعد كده هننزل بيها على العجينة. وبعد كده معلقتين كبار خل وربع كوباية زيت، بس فقط لا غير. وبعد كده هنبدأ ننزل بقى بالحليب، الحليب يكون دافي. وهبدأ ان انا اعجن هقولك مقدار الحليب او مقدار المية. ما تاخدهوش من اي شيف، ما تاخدهوش من اي وصفة، كل دي بيختلف عن التاني. حذاري 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 تاخدي بالمقدار بتاعي او بمقدار غيري، لان كل دي بيختلف عن التاني. انتي واحده واحده ابداي اعجني، وواحده واحده ابداي انزلي بالحليب واحده واحده، تمام. هبدا ان انا اعجن. ما تغيريش في الوصفه تماما، الوصفه زي ما بقول مفيش، مش هنستبدل منها اي حاجه خالص. الوصفه دي عشان البريوش يطلع معاكي ناجح، اعملي الوصفه بالظبط وان شاء الله يطلع معاكي رهيب رهيب رهيب. تمام. هبدأ ان انا اعجن طبعا فترة لا تقل عن ربع ساعة زي ما اتفقنا. ما شاء الله هوريكي القوام العجينة اللي انا عايزاه، يجنن حلو جدا. معلش ايدك هتوجعك شوية بس مش مشكلة، هتطلعي نتيجة هايلة هايلة هايلة. هبدأ ان انا اضرب كده، اخبط في العجينة تخبطتين كده، وهوريكم بقى القوام اللي انا عايزاه يجنن. بصوا ما شاء الله الملمس بتاعها بقى ناعم ازاي وحلو ازاي. حلو قوي، حلوة قوي 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 ما شاء الله تجنن. حلوة جدا جدا جدا. هنسيبها بالظبط تختمر. هنجيب بصوا ما شاء الله بوريكم العجينه ناجحه ازاي. هدهن الطبق زيت، وبعد كده هدهن العجينه زيت، وبعد كده اغطيها نص ساعه تختمر. مش تختمر يعني ان هي ايه ترتفع، لا، تمام. هنسيبها بالظبط نص ساعه. يعني يعني تريح، لان احنا دخلنا في الشتاء شويه، ففي الشتاء لو العجينه اي عجينه عندك سيبيها تختمر ساعه بالظبط، تمام. بس احنا هنسيب عجينه البريوش نص ساعه وبعد كده هنشتغل فيها، تمام. هنجيب بقى الجبنة المثلثات. عندي هوريكي التقطيع الصح للجبنة المثلثات، تمام، وتبقى كلها متساوية. هنبدأ ان احنا نقطعها بنفس التقطيعة دي. هتريحك جدا جدا ما شاء الله تجنن. لو لقيتي قطعة كبيرة قسميها نصين مفيش اي مشكلة. البريوش بتاعنا هنعمله صغنن كده ومحندق وعسل كده عشان يكون سمبل معانا. عندي اي صينية، بس انا عايزة اغير شكل البريوش شوية، فانا عملت في صينية التارت دي. اي صينيه يا جماعه، اي صينيه، بس اهم حاجه تكون الومنيوم، تمام. خلاص العجينه عدت نص ساعه وما شاء الله بوريكي هي ممتازه ازاي، ناجحه معايا ازاي. يعني مش هخرج الهواء منها كله. وبعد كده هبدا ان انا اقطع كور صغيره وهوريكي هنعمل ايه. سهله بسيطه جدا. بدانا ندهن. انا نسيت اقولك ان انا دهنت الصينيه كويس جدا 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 بالسمنه او الزبده. وبعد كده هبدا ان انا اجيب الكور بتاعتي وهبدا ان انا هقفلها كويس. انا ما كورتهاش، بس اهم حاجه اهم حاجه تغطي العجين. وانتي العجين اللي احنا كورناه والعجين اللي لسه باقي عندنا لازم نغطيه، عشان احنا زي ما قلت ان احنا بدأنا ندخل في الشتاء. ف مش عايزه العجين ينشف معايا ويتعبني وانا يعني بقفله، تمام. اهم حاجه قطعه الجبنه ما توصلش للعجينه، عشان لو وصلت للعجينه هتلزق معاكي مش هتعرفي خالص تقفليها، تمام. قفليها كويس جدا جدا زي ما انا بعملها كده، بفردها وبعد كده بدخل
باحط الجبنة فيها وبعد كده أقفّلها كويس وبعد كده أكوّرها عشان يبقى شكلها كويس، شكلهم كلّهم زي بعض، وخلاص على كده خلّصنا أول صينية. تاني صينية يعني النُص كيلو عملنا بيه صينيتين يا جماعة، أوكي. تاني صينية يعني هنعملها بالجبنة البراميلي، أي حاجة حشو عندِك، ما عندكيش حشو ما فيش أي مشكلة خالص، تمام. هاعمل تاني حشوة جبنة البراميلي، لإن أنا من عشاق الجبنة البراميلي، باكِن لها يعني احترام عالي جدًا، 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 تمام. هابدأ أعمل زي الصينية الأولانية، طبعًا الصينية الأولانية خلّصناها وبعد كده غطيناها، تمام. هنغطّيها بالضبط، بالضبط ساعة، ساعة تخمير بالضبط، وبعد كده هابدأ إن أنا أورّيها لكم بعد ما تتخمّر، هابدأ إن أنا أورّيها لكم عاملة إزاي. بُصّوا الجمال، بُصّوا الحلاوة، تجنّن، حلوة جدًا. هابدأ إن أنا أجيب بالبخاخة عندي وهابدأ إن أنا أبُخّها، تمام. بلاش إن أنتِ تدهني الوش بفُرشة سواء حليب أو مَيّة، بلاش عشان هيهبّط معاكِ التخمير، تمام. هابدأ إن أنا بقى الصينية دي هاحُط عليها كده السمسم كده، هاسيب جزء معلهوش سمسم والجزء التاني احط عليه سمسم كده عشان تديني منظر حلو كده، وبعد كده الفرن يكون شغال قبلها بربع ساعة، وتشوفيها اخدت لون من الجنب تروحي مشغله الشوايه، واول ما تخرج من الفرن تروحي برضو بالبخاخه عندك بخيها بختين ميه كده وغطيها لغايه ما تهدى خالص، وبعد كده ابداي اقلبيها. تجنن ولا ما تجننش؟ حلوه ولا مش حلوه؟ حلوه جدا 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 بجد يا جماعه، بجد ملهاش حل. وادي الصينيه التانية ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، تجنن، حلوه قوي. بصوا المنظر عامل ازاي، بجد حد يصدق ان ما شاء الله كل ده بنص كيلو دقيق؟ ايوه بنص كيلو دقيق. هبدا تاني صينيه برضو، هنجيب البخاخه ونرشها رشتين كده ميه اول ما بتخرج من الفرن مباشره، وبعد كده نبدا نغطيها. وادي في الاخر بصوا الجمال، بصوا الحلاوه، ايه ده، ما شاء الله تجنن. قلبت الصواني بمنتهى السهوله لان احنا دهنينها دهنه محترمه جدا جدا بالسمنه، تمام، السمنه او الزبده اللي متاح عندك. وادي ما شاء الله ما شاء الله بوريها لك، والله العظيم والله العظيم هي مش هتقعد عندك لتاني يوم، يعني انسي ان هي ممكن تقعد عندك لتاني يوم. قطنيه جدا جدا، مقاديرها بسيطه، بنص كيلو دقيق عملنا يعني صينيتين تحفة. البريوش يا جماعة يجنن يجنن. أنا مش عارفة هي اتعادت تاني ليه، بس أنا باوريها لكم حلوة ازاي بجد، يعني حكاية. بص بوريكم ان هي قطنية ازاي، أنا حبيت ان أنا أعيد لك المقطع تاني عشان أوريكي هي ممتازة ازاي. وإن شاء الله اعملي الوصفة اعمليها بالمقادير بحذافيرها، ما تغيريش أي حاجة، وانتي هتطلعيها ممتازة ممتازة ممتازة. اللهم احسن ما بين ايدينا جميعا يا رب، اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب ولا ندري. ان شاء الله استنوني في فيديو جديد، يا رب تكون فيديوهاتي بتعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا زر الجرس، اسفه، وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناه، واعملوا مشاركه كتير 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 جدا للفيديو. اخر حاجه نقولها، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.